أكيد الشهادات المهنية وسنين الخبرة دول مهمين جدا، وخلينا نتفق على حاجة إن مفيش نجاح مهني حقيقي من غيرهم. بس في مهارتين كمان لازم ناخد بالنا منهم كويس قوي، والمهارتين دول هم اللي بيكملوا النجاح المهني وبيحولوا الخبرة والشهادة من مجرد مؤهل على الورق لتأثير حقيقي على أرض الواقع. المهارة الأولى التحليل المالي بذكاء، وده مش مجرد تسجيل أرقام أو إعداد تقارير، لكن إنك تفهم الأرقام دي بتحكي إيه وتربطها بالواقع العملي، وتقدر بيها إنك تكتشف المشاكل قبل ما تظهر وتحدد الفرص لتحسين الأداء وتقديم رؤية واضحة للإدارة عشان تاخد قرار صح. المهارة التانية التواصل الفعال، يعني انت ممكن تكون عامل احسن تحليل في العالم كله، بس لو انت مش قادر توصل التحليل بتاعك ده او المعلومة اللي عندك فكأنك انت ما عملتش حاجة. التواصل الفعال هنا ده مش مجرد كلام، ده فن في تبسيط المعلومة، تقديم الحلول، اختيار الوقت والطريقة المناسبة للعرض. يعني لما تقدم تقريرك المالي بلاش تكتفي بالارقام وتسكت، انت لازم توضح تأثيرها برسوم بيانية، وانك تعمل مقارنة توضح القرار الانسب انهي واحد فيهم. وخلي بالك برضو من حاجة كمان، ان التحليل من غير تواصل ده يعني ارقام ملهاش معنى، والتواصل من غير تحليل ده يعني كلام من غير دليل. بس لما تجمع ما بين الاتنين هتلاقي ان كل تقرير وكل توصية بتتحول لأداة تأثير حقيقية على أداء الشركة. وما تنساش برضو مع الاتنين دول ما تنساش عنصر أو عامل التطوير المستمر. دايما اتعلم أدوات تحليل جديدة، جرب برامج عرض مبتكرة، طور من نفسك في طريقة التفكير والعرض.